الشيف اللي هو شيف لما يحمل كلمة شيف أكيد لازم يعرف يطبخ. هذه أسهل واحدة في المهنة. يعني شيف ما بيعرفش يطبخ فهي قصة مشكلة. فهو طباخ، هو فنان عشان بيرسم لوحة في الطبق بتاعه. هو عنده في علم الغذاء خبرة، فبيعرف يركب الأطباق على بعض أو المكونات الغذائية تكون مفيدة. بالإضافة أنه هو جزء من الطبيب، لأنه بيعرف هذه حمية وهي ممنوع وهي مسموح، هي أكثر منها أخفف منها. هو بيفهم بالتكنولوجيا، وخاصة في الوقت الحالي المطابخ كل شيء حديث وماكينات حديثة. هو بيفهم في الإدارة والمكاتب والإيميلات، وهو بيفهم بالمحاسبة، فبيعمل كوستي، بيعمل ريسيبي، وبيحسب تكلفة، وبيعرف كيف يربح ومن وين يربح. وهو كمان بيفهم في المبيعات والتسويق والتجارة، لأنه نحن بنعرف وجود الشيف في أرض المطعم في الصالة يعني برا يزيد من المبيعات ما يعادل أو ممكن يوصل ل 30%. طبيعي في الجاكيت بتاعه وكلامه مع الناس، هو متكلم، هو لبق، هو يفهم في البادي لانجويج. فكل هدول مطلوبين في مهنة الشيف. قد يكون في مهن أخرى جزء من هذا يكفي، وهذا على الأغلب. لكن شوف تعدد المهام أو المجالات أو الأشياء اللي لازم تكون. طبعا كمال لرب العالمين، احنا ما بنحكي يعني، لكن تخيل إنه أنت كل هدول عايزهم لحتى تكون شيف. فكم هذه المهنة مهمة، كم هي فخر، كم هي شيء حلو.